كل كلمه بيقولوها الخدامات اللي عندك، الخدامات قالت على المتابعات خدامات وشتمتهم بألفاظ خارجة، وكل ده علشان انتقدوها إنها طالعة لايف على التيك توك. إيه اللي حصل مع مها أحمد وإزاي الموضوع وصل للألفاظ الخارجة؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. الفنانة مها أحمد من أكتر الفنانات اللي في الفترة الأخيرة بتحب تتفاعل مع جمهورها وبتظهر معاهم في فيديوهات لايف كنوع من أنواع التسلية، وكتير من الناس اللي بيحبوها هم اللي بيطلبوا منها الطلب ده، خاصة من بعد ما توجهت للعمل الإعلامي وبعدت عن الساحة الفنية والتمثيل. لكن في فئة ما عجبهاش الكلام ده، وكل ما يشوف مها طالعة في لايف يهاجمها. وكان آخرها لايف امبارح طلعته مع هادي خفاجة وفادي خفاجة، نوع من أنواع التسلية. وبقى معروف إنه فنانين كتير بيحبوا يشاركوا في لايفات التيك توك وبيعملوا تحديات مع بعض، وفجأة التحدي والهزار قلبوا بخناقة وشتايم. لما المتابعات عند هادي بدأوا إنهم يشتموا مها، وفي التعليقات كلها كانت تعليقات سلبية، وهنا مها فقدت أعصابها وخرجت عن شعورها وقالت لهم: يا خدامات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بقها بالشبشب وأنا قعدتي دي علشان المصلحة واحدة. احنا عملنا اللي علينا، ورينا اخركم ايه بعده. ومن بعدها طلب من فادي انه يقفل التعليقات، وقالت له كفايه كده بعد اللي حصل، خليهم يسكتوا واقفل كل التعليقات. طبعا الدنيا قامت ما قعدتش، وبسبب الكلام ده مها بقت ترند، والناس هاجمتها اكتر وقالت انها كان ممكن تمسك اعصابها اكتر من كده شويه، وانه ما ينفعش مهما كان بيتم انتقادها انها تتعصب او تهاجم متابعينها بالطريقه دي. ده غير انه كان في الفاظ تانية خارجه في اللايف. دي بقى مش المرة الأولى اللي تحصل لمها أزمة بسبب الموضوع ده. من سنة فاتت حصلت نفس الحكاية بعد ما ظهرت في لايف على تطبيق تاني، والناس قالت إنها مش كانت في وعيها وإنه برضو كانت بتقول ألفاظ خارجة. لكن مها أحمد دايما ماشية بمبدأ إن أخذ الحق حرفة، وبترفض تماما الرد على أي انتقادات، ولما بيكون في أي حاجة بترد عليها في الوقت المناسب وبتسيب الجمهور يقول اللي عنده. علشان كده ساعتها ما علقتش تماما على اللايف ده. دلوقتي بقى جدوركم تقولوا لنا شايفين اللي عملته مها أحمد ده صح ولا لا؟ وهل فعلا كان المفروض تسكت على إساءة الجمهور ليها؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.